السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنتكلم النهاردة او موضوعنا النهاردة ازاي نعرف البيض مخصب ولا لا. البطة دي راقدة بقالها دخلت في 10 ايام. كنا عاملين فيديو قبل كده في القناة التانية وشايفين بيضها من قبل ال10 ايام بكتير، بس هنعمل الفيديو ده تاني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. القناة التانية اتقفل، يعني حصل مشاكل فيها وما عرفناش نرجعها تاني او بنحاول لسه. فاحنا دلوقتي وكنا متكلمين في القناة دي عن البطة دي كانت هترقد، نهيئ لها الجو ازاي انها ترقد وتفقس بطريقة كويسة وناخد منها اعلى انتاج، ونأمن لها مكانها ازاي، وازاي لو ما عندناش بطة راضية ترقد نخليها ترقد ازاي، ونحافظ على بيضها ازاي، وايه اللي هي محتاجاه طول فترة الرقد وطول فترة التحضير. كل ده اتكلمنا. ولو عايزين بنحط لها بيض سواء رومي او سواء بيض فراخ او اي انواع البيض، كنا متكلمين عن كل ده في القناة التانية، وهنتكلم عنه تاني في القناة دي ان شاء الله، عشان الناس اللي ما تعرفش القناة التانية او مش متابعانا عليها. فهنتكلم عن كل ده تاني، بس احنا هنخلينا في موضوعنا النهاردة اللي هو ازاي نعرف ان البيض مخصب او مش مخصب للمبتدئين بأقل وبأسهل الطرق. ماشي، تعالى نشوف بيضها الاول مع بعض، ونشوف هي مغطياه ازاي ومحافظه عليها ازاي، ونشوف احنا مأمنين لها مكانها ومكان رقدها ومطمنينها على بيضها ومظبطين لها مكانها ازاي. شايفين البيض تحت ده متغطيه، ما فيش حاجه شايفاها ولا حاجه تعرف تدخل عنها. شايفين مكان اهو للدخول والطلوع، وده المكان اللي تحته بيضها. تعالى نشيله مع بعض ونشوف ايه اللي تحتها. شايف اهي، شايفين بقى؟ تعالوا نشوفوا البيض. يعني انا ساعات كمان بحط لها اكل هنا. ماشي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، هي مغطيه بيضها قبل ما تطلع ازاي، مغطيه ومحافظه عليه ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كده البيض اهو زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين البيض بتاعها مغطياه ومحافظه عليه، والبيض جميل اهو بسم الله ما شاء الله. عايزين بقى اصلا نعرف هو فيه يعني فيه ايه المخصب او ايه اللي مش مخصب، عشان نستبعده، عشان ما نقرفهاش بقى طول فترة التحضير، تقعد تقلب في بيض ملهوش لازمة. هنشوف ده الكلام ده، بس هنشوفه بالليل، وهحط لكم الفيديو مع بعض، علشان هو مش هينفع دلوقتي، عشان احنا بنعمل الكلام ده للمبتدئين اللي ما بيعرفوش خالص يشوفوا البيض فيه ولا لا. وكمان هنعرف مع بعض نحط لها بيض كت او بيض رومي او اي انواع البيض ازاي. كل ده هنعمله في فيديو تاني، بس النهاردة الفيديو بتاع التحضير بتاع البيض مخصب ولا لا. في ايه تاني يا ربي؟ نتكلم عن ايه؟ ايوه، كان الذكر اللي معاها او الذكر اللي معاها لسه بربر اول مره، واحنا مش عارفين البيض بتاعه مخصب ولا لا. وكانت كمان زميلته او زميله الذكر ده ما بيضتش قبل كده. فاحنا عايزين لسه نشوف المفاجأة دي، هل هيطلع البيض بتاعه مخصب ولا لا، وامتى نعرف ان الذكر بتاعنا او الذكر بدأ يكسر، ونآمن ان هو يكسر في العمر اهني، ولما نشوفه بيكسر ولا لا. وهنشوف كل ده هيترد عليه لما نشوف البيض ده مخصب. يعني الذكر ده كانت يعني انا شفت يا دوبك اول مره بيكسر، وانا كنت عاجبني شكله وعايزه اولاد منه وكنت عايزه اربيه، وحجمه كويس وشكله كويس. تاني حاجه انا ما شفت زميلته ما بضتش، ماشي، لسه ما بشروش. فانا جازفت المره دي واخدته حطيته مع البطه دي عشان اشوف بيضه هيطلع فيه ولا لا.
فطبعا احنا كنا متفقين على الصفحة التانية ان احنا هنشوف مع بعض بيضه عامل ازاي، لانه اول مرة وكده. الذكر يبقى تجربة عملية، يبقى الذكر بيكسر في عمر قد ايه، وهل بيكسر لما يعني صاحبته او اخته تبيض ولا لا، او هل ده شرط او لا. هنعرف الكلام ده بقى لما نشوف البيض ده. لو فيه جنين وتخصيبه كويس يبقى مفيش اي شرط مسافة الذكر ما يبح وتشوفيه بيكسر، يبقى هو كده كسر. سواء بقى زميلته باضت زميلته ما باضتش، الكلام بتاع امهاتنا ده هنشوف التجربة عملية مع بعض. هطلع بالليل اوريكم البيض ده مخصب ولا لا، ويبقى كده احنا جاوبنا على كل الاسئله. معنى ان انا اشوف البيض مخصب يبقى انا كده كل الاسئله اتجاوبت عن موضوع ازاي اعرف ان الذكر مخصب او هيخصب او لا. ماشي، نكمل بقى بالليل وانزل لكم الفيديو مع بعض ان شاء الله. وهنا بقى كنا طلعنا بالليل زي ما انتوا شايفين كده وبدأنا نفحص البيض. يعني اللي انا عايزه اقوله لكم ان هو مش فاضح قوي، بس هي لان مثلا البطه عندنا خدت شويه او خدت وقت، يعني عدت دخلت في 15 يوم، فالبيض ضلم، مش شعيرات دمويه ان انا اقدر اعرفها لك. بس انت لما تطلعي من الكشاف هتقدري تشوفيه كويس. يعني انت زي ما انتوا شايفين اهو البيضه مضلمه، هتعرفي الفرق بين البيضه اللي فيها والبيضه اللي ما فيهاش دلوقتي. ما شاء الله البيض كان كله ما شاء الله عليه، كان كله مخصب، ما استبعدناش منه غير 2. واللي عايزه اقوله لكم ال2 اللي استبعدناهم دول مش من كسر الذكر اللي احنا اتكلمنا عنه، لا بالعكس، ده هو كان عندي 3 بيضات رومي وحطيتهم لها. ماشي، استبعدنا منهم 2، واحدة طلعت مخصبة. ماشي، نيجي بقى، انتوا شايفينها مضلمة اهي، رب يكون واضح. انا حاولت والله قدر الامكان اوضح لكم، بس هو مش هيبان. يعني هو في الفيديو التاني اللي على القناة التانية يبان احسن من كده. ليه بقى؟ لانها كانت شعيرات دموية خفيفة، انما دلوقتي البيضة ضلمت. هيبان بقى لما تيجي اللي احنا استبعدناه، هتشوفوا الفرق بين المخصب ومش المخصب. في العمر الكبير ما بتبانش شعيرات دموية، بس بتبان تحسها مظلمة. انت بتشوفي الشعيرات الدموية انت، بس من الصعب ان انا اوريها لكم على الكاميرا او ان التليفون يجيبها. بس اللي عايزة اوريها لكم ان كل حاجة تكاد تكون واضحة وباينة قدامكم. ماشي، اللي عايزة اقوله لكم بقى ان ما شاء الله الذكر لازملته وضع، اصلا الحركة باينة وموجودة اهي فيه. الذكر اللي احنا كنا اللي زميلته ما بضتش ولا بشرت ولا اي حاجة، اللي كانوا امهاتنا زمان يقولك لا ده لازم زميلته تبيض ومش زميلته تبيض، حتى كسره ما ينفعش غير بعد زميلته ما تبيض. الكلام ده فاكس يا جماعة. التخصيب ما شاء الله عليه 100%. ماشي، زميلته ما بضتش، ما عنديش حاجة رقدت من عنده. انا عندي الذكر وانا دخلته عشان اتأكد من الموضوع ده. وطول ما هو يعني كان موجود مع البطة، كان مش عايزة اقول لكم ان انا كان قلبي وجعني قد ايه، وكل يقول لي لا. حتى والدتي. شايفين بقى البيضة دي؟ شايفين يا جماعة البيضة دي؟ شايفين البيضة منورة ازاي من اولها لاخرها؟ دي بقى البيضة الفاضية. شايفين الفرق؟ هو انتي لما تشوفي الفيديو مش هتعرفي توصلي غير لما او تحسي باللي انا بتكلم فيه غير لما تشوفي البيضة دي. شايفين اللي وراها؟ شايفين اللي وراها؟ شايفين النقطة اللي فيها والغمقان اللي فيها؟ من فوق فاضية، ومن تحت الغمقان اللي هو يعني يعني مش شفافة، مش واضحة، مش باينة. دي نفس القصة. معلش التصوير كنا بالليل ومش شايفة كويس ومش عارفة اظبط الدنيا، بس قدر الامكان ان انا بوصلك المعلومة، وان شاء الله تقدري تنفذي ورايا. دي واحدة كمان، دي التانية بقى اللي هي ايه فاضية دي. شايفين؟ شايفين كلها بيضة قدامك، الموبايل فيها كله ابيض. ماشي، اللي عايزه اقوله لك بقى ان ما شاء الله ان التخصيب بتاع اهو بوريه لكم الاتنين اللي فاضيين، ان التخصيب ما شاء الله بتاع الذكر المره دي جميل، ما فيهوش نسبه، يعني ما فيش حتى 90%، لا التخصيب بتاعه 100%.
والبطة زميلته ما باضتش وما بشرتش وما حصلش اي حاجة. يعني عندك ذكر في العمر ده دخليه وانتي قلبك مطمن. دول البيضتين اللي طلعناهم، والتالتة البيضة الفاتحة دي هي اللي بتاعت القال كده. احنا كده قفلنا عليها وهندخلها بقى تكمل الرباط بتاعها. ماشي. وما تنسوناش يعني ما تنسوش يعني اللي انا عايزه اكد لكم عليه يا جماعه، موضوع كسر الذكر ده طالما الذكر بح قدامك وشايفاه وشفتيه كسر، او مش شرط خالص يا جماعه ان يكون زميلته باضت. ده كلام فاضي. شايفين اهو الاجابه على الاسئله. وما تنسوناش، ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.